السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المتابعين الأعزاء ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات تحديد مستواك في اللغة الإنجليزية من خلال 25 سؤال زي ما شفتوا الفيديو اللي فات. طبعا الفيديو اللي فات كان المستوى الأول، لكن الفيديو ده هتحدد فيه المستوى التاني أو تقدر تجتاز المستوى التاني. وزي ما انت فاكر ان المستويات بتاعتنا هي A1 مبتدئ، A2 أقل من المتوسط، B1 متوسط، B2 فوق المتوسط، وطبعا C1 متقدم، والC2 اللي هو مرحلة الإتقان. وما تنساش وانت بتحل الأسئلة ان في مع كل سؤال تايمر بيعد لمدة 10 ثواني، فحاول تحل السؤال قبل ما التايمر ينتهي. وبعد ما تحل الأسئلة شوف الإجابات بعدها على طول وادي تقييم لنفسك، واكتب لي برضه في التعليقات وصلت لحد ايه عشان اقدر افيدك واقول لك ازاي تحسن مستواك مع الفيديوهات الجايه. وطبعا كل مرة هننزل فيديو لمستوى معين، وممكن تسمع الفيديوهات كلها وتشوف مستواك في الاخر هيوصل لحد فين. وان شاء الله ان شاء الله مع بعض هتقدر المستوى بتاعك يتحسن شوية او هيكون افضل من الاول. يلا يا بطل، جهز الاسئلة. السؤال الاول بيقول you must hurry or we want the bus. يا ترى هيبقى take the bus ولا meet the bus ولا catch the bus ولا run the bus؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى catch the bus يعني يلحق بالأتوبيس. السؤال التاني بيقول I have only got a money in the bank. يا ترى هقول a few money ولا a less money ولا a little money ولا a bit money؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى a little money يعني مال قليل أو مال قليل ويكفي. السؤال التالت بيقول you to ring Aunt Soha to thank her for her present. يا ترى هقول must to ring ولا should to ring ولا ought to ring ولا can to ring؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون ought to، لأن طبعا كلمة ought بيجي دايما وراها كلمة to بمعنى كلمة يجب أو ينبغي. السؤال اللي بعد كده بيقول if you do well at school you will have that to go to university. يا ترى الإجابة هتبقى luck ولا هتبقى chance ولا كلمة result ولا كلمة hope؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون كلمة chance، عشان بيقول لو أنت أديت بشكل جيد في الدراسة سوف تمتلك الفرصة للالتحاق بالجامعة. السؤال الجاي بيقول he would like football if he is free. طبعا هجيب بعد would like play ولا playing ولا to play ولا هختار كلمة plays؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون to play، لأن احنا عندنا كلمة would like بيجي بعدها على طول to الانفينيتيف اللي هو to الفعل في المصدر، يبقى to play. وبكده يا بطل يكون المستوى التاني أسئلته انتهت، ويا رب تكون جبت سكور كويس فيه أو حليت أسئلة كتيرة جدا بطريقة صحيحة. ولو أنت جاهز للمستوى التالت ما تنساش جهز نفسك عشان في فيديو جديد للمستوى التالت. وما تنساش تعمل اشتراك لو لسه ما عملتش اشتراك لحد دلوقتي، ويا ريت تعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ويا رب أكون فدتكم بحاجة. مع السلامة.